هكذا قالوا الكالية، ما قول لهم خذوا حكايتكم وحكوها لبيبيط. شكون بيبيط؟ ما تعرفش بيبيط وما تعرفش علاش نقولوا حكوها لبيبيط. حنايا في العاصمة واحد كي نحسوه يكذب ولا ماوش يقول في الصح ونقولوا له خذ حكايتك وحكيها لبيبيط. بصح علاش نقولوها بالذات ولا شكون هو بيبيط بالذات؟ تبعوني نحكي لكم. القصبة بكري كانت معروفة ب7 بيبان اللي هما باب الواد، باب جديد، باب عزون، باب سيدي رمضان، باب سيدي عبد الرحمن، وباب زيرة، وباب البحر. بكري بيبان القصبة كانوا يتفتحوا مع الفجر ويغلقوا وقت المغرب، وبين وهما يتغلقوا يجوز البراح باش ينبه الناس البراوية انهم بيبان القصبة راح يتغلقوا، لازم تخرجوا خارج المدينة. ومن بعد يجوا مسؤولين الامن يدوروا في زنايق القصبة، وكي يحكموا واحد براني مازالوا في هذاك الوقت يسلموه للقاضي، وهذا القاضي اللي كان اسمه بيبيط، وتسمى بيبيط نسبة لاكو تاع شعره اللي كان دايرها. واحد النهار مسؤولين الامن حكموا براني يدور في زنايق القصبه مور وقت المغرب، يعني مور ما تغلقوا بيبان القصبه. كي سقساوه قالوا له واش راك دير هنا؟ عطى لهم اكسكيوز يعني ما قنعهمش، وقال لهم باللي ما سمعتش البرح كي كان يبرح ما تنبهتش باش نخرج. ملتم رفدوه وقالوا له خذ حكايتك واحكيها لبيبيط، يعني قدموه ديريكتومون للقاضي. وفي حكايه واحده اخرى يقولوا انهم فيكو كانوا عايشين في وقت العثمانيين كلمه بيبيك معناتها طفل صغير، يعني اي انسان يحكي لهم حكايه وما يامنوهاش يقولوا له احكيها لبيبيك، يعني احكيها لطفل صغير باش يامنك. ومن هنا خرجت كلمه احكيها لبيبيط ولا احكيها لبيبيك. قولوا لي هذه هي كانت حكايتنا لنهار اليوم. المره الجايه على واش راكم حابين نحكي لكم؟